صباح الخير، ده أحدث فيديو للعاصمة الإدارية الجديدة لكل الناس اللي عايشة برا مصر واللي جوا مصر اللي عايزة تشوف آخر تطورات العاصمة الإدارية تتفرج على الفيديو ده. الفيديو ده صورت أكتر في R7 عشان اتطلب مني كتير في الفيديو القديم أصور R7 وصلت لفين. دي البوابة اللي ناحية التجمع، أقرب حاجة للتجمع البوابة دي اللي بنعدي على الدائري الأوسطي وبنمشي من منطقة بيت الوطن آخر الشارع خالص، بنلف ونرجع. دي بتكون بوابة العاصمة الإدارية اللي من ناحية التجمع. أول ما بندخل بيكون على إيدينا اليمين بنزينة، وهيبقى أكبر مول لبيراميد بعد كده. هنعدي على أول جامع بنقابله لما بندخل من البوابة دي. في تطور طبعا في اللاندسكيب واضح. على ايدينا اليمين بنقابل منطقة اسمها جاردن سيتي، والR 4 و 5 دي عمارات جاهزة وخلصانة من الحكومة ولسه لم يتم طرح البيع فيها. وعلى ايدينا الشمال هتكون منطقة المال والأعمال CBD والبرج الأيقوني، وزي ما انتوا شايفين خلصانة وقريب قوي هيتم التأجير الوحدات فيها. وده كومباوند خلصان وجاهز للاستلام، كومباوند مخابرات. والستريب مول برضو بتاعه خلصان زي ما انتوا شايفين. كده احنا هندخل يمين في اتجاه الR7. اول اليمين ده بتكون الكاتدرائية، بتكون اول علامة اللي احنا رايحين ناحية الR7 على الناصية زي ما انتوا شايفين. وده القطر الكهربائي اللي بيوصل للساحل والعين السخنة، almost خلصان برضو. وكده البرج الأيقوني بقى على ايدينا اليمين واحنا رايحين ناحية الR7.
واللي على ايدينا الشمال ده المول بتاع ميد تاون فيلا، اولموست خلصان برضو زي ما انتوا شايفين. اعتقد ده يكون اول مول يفتح في الار 7. واللي على ايدينا الشمال ده سيناريو. الجامعة البريطانية، وطبعا هي شغالة وفيها طلاب في الوقت الحالي. واللي بعد الجامعة البريطانية على طول كومباوند سروح. وكاسل لاند مارك. ودي قواعد القطر الكهربائي. الفرق بينه وبين المونوريل، المونوريل رابط القاهرة بس، لكن القطر الكهربائي ده لحد العين السخنة والساحل. وده أول ميدان في الار 7 اللي فيه الإكسبو سيتي، بس هي لسه متبنتش، أرض المعارض. واللي على شمالنا ده بيكون كومباوند أتيكا. ودي عمارات الألتو كازا المميزة في أتيكا، بتكون عبارة عن دوبلكسات. وده كومباوند خلصان وجاهز خاص بالجمعيات. واللي على شمالنا ده كومباوند سيرانو، خلصان تقريبا كله زي ما انتوا شايفين، وهيبتدوا تسليمات فيه قريب. وده كومباوند سيتي فالي. محطة بنزين خلصانة ومجهزة بكل حاجة. كده خلصنا جولتنا السريعة في الار 7. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون مفيد للناس اللي عايشة بالذات برا مصر، اللي مش بتقدر تنزل تتابع ممتلكاتها باستمرار. لو عجبكم الفيديو اعملوا شير ولايك واشتركوا في القناة. باي باي.